السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسام العجمي من شركة جولد بلين. الفترة الجاية في 3 أحداث مهمة هتأثر على سعر الذهب بشكل كبير. الحدث الأول هيكون في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر الجايين، وده هيتزامن مع مراجعة صندوق النقد الدولي، واللي كان أهم متطلباته للحكومة حدوث مرونة في سعر الصرف أو ما يعرف بتعويم الجنيه مقابل الدولار. طيب لو حصل التعويم دوت هنشهد تطور كبير في حركة الدولار في السوق الموازية، وطبعا سعر الذهب بيتحدد بسعر الدولار في السوق الموازي. الحدث الثاني هيكون في شهر نوفمبر اللي جاي، وهيكون موعد انتهاء مبادرة زيرو جمارك أو المبادرة المسؤولة عن واردات الذهب بدون رسوم جمركية. طبعا في حالة انتهاء المبادرة هيحصل اختلال في ميزان العرض والطلب، ونتيجة كده هنشوف تغير كبير في سعر الذهب. ولكن لازم نعرف ان في مطالبات كتيره ان يحصل مد فتره تانية للمبادره دي، وده ولو حصل هنشوف زي تذبذب في اسعار الذهب قبل ما ترجع تاني للاستقرار. الحدث الثالث هيكون في بدايه العام القادم في يناير 2024، واللي هيتزامن مع استحقاق شهادات ال 25%. طبعا استحقاق الشهادات هيضخ سيوله نقديه كبيره في السوق، وبالتالي هيحدث اقبال كبير على شراء الذهب زي ما شفنا في استحقاق شهادات ال 18%، واللي تسببت في ارتفاع الذهب لمستويات تاريخيه وصل ل 2800 جنيه للجرام عيار 21. فمتوقع ان جزء كبير جدا من السيوله دي ينتقل الى سوق الذهب. فبالتالي بنقول لكل اللي اشترى ذهب على سعر مرتفع ما تقلقش، لسه في فرص كتير جايه ان انت تعوض خسائرك وكمان تحقق ارباح ان شاء الله. شكرا لحضراتكم.